السلام عليكم، معكم كرم من قناة جيمرية. فيديو اليوم عن شلون نقدر نحول أي فيديو أليرت إلى فيديو أليرت شفاف. طبعا طريقة جدا سهلة ما بيها أي صعوبة. كل اللي نحتاج برنامج. أنا عن نفسي أستخدم فيلمورا. بعض الناس يستخدموا مثلا أدوبي بريمير أو أغلب البرامج تصير يعني إذا كانت لما تسوي إكسبورت أو ريندر تكون إحدى الصيغ موجودة ويب إم. فراح أطبق الشرح على فيلمورا وتقريبا نفس الخطوات على باقي البرامج. طبعا اللي ما عنده فيلمورا يقدر ياخذ البرنامج من الديسكورد، رابط الديسكورد بالوصف. بعد تروح على روم اسمه برامج وتجي تاخذ البرنامج من هذا الروم. طيب راح أجي أفتح فيلمورا. بعد ما فتحنا فيلمورا نجي نيو بروجكت، نفس الخطوات الروتينية. نجي بس ناخذ فيديو على سبيل المثال هذا الفيديو. لو نجي خليني أكتم الصوت حتى لا يكون عليه حقوق. خليني أقص الصوت الفيديو منها، عاد أمسح هاي. طيب تجي تأشر على الفيديو، بعدها تروح على opacity أو التعتيم بس تقلل. لو تلاحظ أنه شفافية الفيديو دا تقل. فشلون راح نميز؟ لو نجي ناخذ أي صورة خليها هنا، بعدها نرجع على هذا السكرين، تجي تقلل بهذا الشكل. أنا عن نفسي أخليه 70، من 70 إلى 75، فراح أخليه 75. بعد ما خلصت لو نجي نشغل الفيديو راح تشوف إنه الفيديو صاير شفاف. طريقة جدا سهلة. طيب بعدها راح نجي نحذف هذه الصورة، نبقي بس الفيديو. بعدها نروح على إكسبورت. بعد هنا طبعا تسمي الفيديو. بعدها تجي تختار الصيغة هنا، الفورمات تختاره ويب ام. بعد هنا الجودة هايلر، ريكوماندد، لور. طيب راح نخليه recommended. بعد هنا resolution تبقي 1920 1080. الشيء المهم جدا لازم تخلي export alpha channel. خلاص web m export alpha channel، بعدها export. خلاص صار عندنا فيديو شفاف. تاخذه تخليه بتكفينيتي وانتهى الموضوع. طبعا هذا الديسكورد ضفنا به اشياء جدا مفيدة للتيك توكر. مثل هنا عندنا فريمات للبث، فريمات جاهزة تقدر تاخذها وتخليها عندك بالبث. مثل هذا الفريم، هذا الفريم، او هذا الفريم. هذا باكيج فريمات تتكون من 3 فريمات. تقدر تشتري هذا الباكيج ويكون ملكك وتخليه على اللايف ستوديو. اتمنى لو استفدتوا من الشرح تشتركون بالقناة، تفعلون زر الجرس، تخلون لايك. نلتقيكم فيديو جديد. مع السلامة.